صباح الخير، كل سنة وانتم طيبين. رمضان كريم. عايزين نعرف هنمشي ازاي في الشهر الكريم بالنسبة للدايت بتاعنا والأكل. خلينا أول حاجة ساعة الفطار بلاش نفطر على عصاير. خلينا نبدأ نكسر الصيام بتاعنا ببلحة وشوية مية، لان انت لو كسرت صيامك بعصير انت مستوى الانسولين بيبقى مستقر في الدم، يعني نتيجة الصيام اللي انت كنت صايم. فانت لما هتعمل كده انت هتعمل سبايك الانسولين هيرفع جدا عندك. واحنا مش عايزين نعمل كده، احنا عايزين نحافظ على مستويات الانسولين تبقى مظبوطة. تمام. طيب يبقى انا هبدأ فطاري قلنا تمراية او 2 مع شوية مية. وبعدها بشوية 10 دقايق ولا حاجة نبدأ ناكل، ونبدأ بالجزء اللي هو بيبقى فيه السلطة عشان نبدأ نحرك المعدة شوية. وبعد السلطة نبدأ بالجزء اللي هو البروتين، لحوم، فراخ، أسماك. آخر جزء وآخر حاجة ناكلها الكربوهيدرات. تمام. طيب احنا كده اكلنا اول وجبه، وطبعا الكميات يعني بلاش المايند سيت بتاعك يبقى ان انت عشان كنت صايم فانا بقى اول ما افطر هفتري. لا لا، احنا مش عايزين كده. هو انت عادي صمت، هاجي افطر، افطر بكميات الاكل اللي انا محتاجها. تمام. يعني بلاش نفتري في الاكل. تمام. خصوصا لو انت افتريت في الاكل بعد الصيام فتره طويله هيحصلك ابسيت في المعده، اضطراب في المعده. طيب نيجي بقى بعد كده هننزل نصلي التراويح. بعد صلاة التراويح هروح اخد تمرينتي. بعد التمرينة هرجع اكل الوجبة التانية. تمام. وبعد كده هنتظر لحد السحور، وهاخد اخر وجبة اللي هي اللي هنسحر بيها. تمام. ودي يفضل يبقى فيها طبعا يفضل يبقى فيها جبنة قريش عشان ناخد منها كازين بروتين عشان يفضل معانا لفترة طويلة واحنا صايمين، وفول. وبرضو يا ريت ناكل خيار وخس اللي هو حاجات الخضروات دي عشان الالياف، عشان نفضل شبعانين اطول فترة ممكنة. كل سنة وانتم طيبين.